متابعيني الاعزاء، تعالوا بقى نشوف مع بعض كده السمك السردين الجميل ده. انا جبته وغسلته واخدت منه شويه، قبل ما اغسله خللته. حلو قوي يا جماعه، عايزه اقول لكم في التخليل جميل جدا وسعره كويس مش غالي. بصوا بقى كده، ده انا هرصه في صينيه واقطع عليه طماطم حلقات وفلفل حلقات، واحط بقى الدقه بتاعت اللي بنحشي بيها السمك، واحطه في الفرن وعليه شويه زيت. هتاكلي احلى صينيه سمك، احلى من التونه. ودي الكابوريا جبتها هي وغسلتها. هعملها بقى دي شوربه بتبقى رائعه. وبرضو بحط عليها نفس المكونات، فلفل وطماطم وتوم وبصل. بتبقى حلوة قوي يا جماعة، يا ريت تجربوها وهتدعولي. ادي السمك اهوت، لازم تغسليه كويس. بصوا كده، اديني رصيته اهو في الصينيه. بصوا جماله، بص شكله عامل كانه لوحه فنيه. والسمك السردين علشان تضمني انه يكون صابح لازم راسه تبقى حمراء زي ما انت شايفه كده، وعينيه تبقى بتلمع. كل انواع السمك لازم يبقى كده، لازم تبقى عينيها بتلمع. ده معناه ان السمك صابح، سواء في البولتي او الماكريل، او اي بقى نوع من انواع السمك. بس خلي بالك الماكريل ده بيجي مجمد، لا البولتي اكتر، المرجان، البوري. وادي الكابوريا اهي، حطيتها اهي في الحله، وحطيت معاها ميه عشان هحطها على النار تغلي. حاطه ميه بسيطه لسه في قعر الحله كده، يعني مش حاطه ميه كتير. اول ما تغلي هزودها بقى علشان ناكل احلى شوربه كابوريا، وناكل الكابوريا الجميله المغذيه دي. صينيه السمك بعد ما خلصت اهي، حطيت عليها حلقات الليمون كمان، ما تنسوش حلقات الليمون ديت بتدي برضو طعم حلو قوي للسمك، والكمون. بصوا منظر الصينيه كانك بتتكلمي عن لوحه فنيه والله. بصوا ما ادراكي بقى بالجمال لما بتدخل الفرن بقى وتشوفي بقى الطعم والريحه، حاجة بصراحة رائعة. يا ريت لو الفيديو بتاعي عجبكم، يا ريت تعملوا لي لايك وتعملوا لي إعادة نشر الفيديو، لأن ده يا جماعة بيرفع الفيديو قوي وبيخلي الناس كلها تشوفه. إعادة نشر للفيديو ولايك وتعليق جميل من إيدك الحلوة. دي الكابوريا هي، حطيت برضو عليها نفس المكونات، طماطم، حطيت عليها ليمون، حطيت عليها كل اللي حطيته على صينية السمك. بصوا بقى صينية السمك بعد ما طلعت من الفرن، شوفوا الجمال، بصوا الحلاوة بقى، مش قادرة اقول لكم على الجمال والريحة ازاي. وهنا بصوا الكابوريا بقى بعد ما خدت اول غلوة ادتنا اللون الاورنج الجميل ازاي. الطعم طبعا والريحة رائعة يا جماعة. يا ريت تكتروا من الحاجات دي، اكلها جميل ومغذي، فسفور وفايدة للجسم. ويا ريت تعودوا اطفالكم على اكل السمك وعلى اكل الحاجات اللي هي الفسفوريات دي، مغذية جدا. بصوا جمال الكابوريا، بصوا الشوربة وجمالها رائعة. شوربة بتبقى حلوة قوي يا جماعة. بعمل الجمبري برضو بنفس الطريقة. بس النهاردة بقى كابوريا بس. بصوا جمالها وطعمها حلو قوي. يلا بقى اعملوا لولادكم الأكلة ديت وهتدعوا لي والله. صينية السمك دي بقى بتبقى عايزة بقى عيش كده حلو طري كده جنبها، وبالهنا والشفا. انا بقى كان عندي طبق رز ابيض كده، ده انا مش هاكله طبعا، في حد عندي طالب الرز دوت. ده كان عندي موجود في التلاجة، سخنته بس. وادي صينية السمك الجميلة، وادي الكابوريا. أتمنى يا رب تكون فيديوهاتي خفيفة على قلوبكم، وأتمنى أكون بفيدكم حتى لو بنسبة 10%. الكابوريا عايزة أقولك ملاحظة إن الكابوريا لازم تغسليها كويس، لأن الكابوريا بتبقى مليانة رمل. انقعيها حوالي ساعة في المية، وتغسلي وتشطفي وتغسلي وتحطي في المصفى وتنزلي عليها مية وتنقعيها تاني لغاية ما تحسي ان المية بيضة زي الفل كده، ومفيش رمل ومفيش اي حاجة. وبالهنا والشفا للي هتعمل الأكلة ديت، وبألف هنا على قلبك.